ما اقولكوش الفطار ده ما خدش مني وقت خالص. طبعا جيت مستعجله ومأخره والمغرب خلاص ولازم اعمل اكل للولاد، وطبعا تذمروا عليا لازم تعملي لنا اكل كويس مش اي كلام. فطبعا بسرعه كده طلعت الفراخ وفككتها بسرعه، وعندي عملت كمان السبانخ وسلطه ورز والفراخ محمره. طبعا ما لحقتش اعمل بتاع ده شوربه خضار، كنت ناوي اعمل شوربه خضار بس ما فيش وقت. طبعا هوريكم الاستعجال والوقت الضيق خلاني اعملهم بسرعه كده ازاي. بس حبايبي اللي لسه بيشوفوا القناه لاول مره يا ريت تشتركوا في القناه طبعا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللايك الجميل منكم اللي بيرفع الفيديو على اليوتيوب. يلا بينا نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وعافيه. طبعا انا كنت في الشغل وبعد كده مشوار ورا مشوار، وطبعا جيت والوقت خدني ولازم اعمل الفطار بسرعه ولازم اعمل لهم اكل يعني مش اي كلام كده. فقلت طبعا افكر بسرعه. عندي سبانخ كده جميله جدا اهي وفريش موجوده في عندي. وطبعا السبانخ ليها الكزبره الخضراء مش البقدونس، كزبره خضراء هتخلي السبانخ حكايه. وطبعا حضرت هنا عصير الطماطم عصرتها، وعندي ملح وفلفل والتوابل بتاعتي بتاع اللي هعمل بيها السبانخ. طبعا ما فيش وقت ان انا ابشر بصله او اقطعها. طلعت من البصل اللي انا مفرزاه اهو. طبعا على بال ما هاجي اعمل احطها على طول في السمنه واشتغل بيها. وعندي توم هنا برضو مفرزاه. وادي الفراخ بتاعتي هبدأ طبعا ان انا اسلق الفراخ بتاعتي على بال ما تتسلق اعمل التقليه بتاعتي والتسبيكه تستوي الفراخ، اخد الشوربه واشتغل بيها على طول. طبعا هنغسل السبانخ بتاعتنا كويس جدا جدا جدا، ولازم تدوسي على جدا دي تحط شويه ميه وشويه خل وتسيبيهم كده دقيقتين. بعد كده تشوفيهم كذا مره عشان طبعا لو فيهم اي حاجه مرشوش او كده يبقى ايه كل حاجه بتنزل في الميه والخل بيعقمها. طبعا دلوقتي انا حاطه ميه على البوتاجاز. هبتدي ان انا احط الفراخ تتسلق. طبعا هشيل الريمه، انتوا طبعا عارفين ان احنا هنشيل الريمه، وبعد كده نحط بصله وطماطمايه وشويه ملح وفلفل وورق لورا وحبهان عشان تتسلق الفراخ. طبعا عشان ما اطولش الفيديو عليكم بس انا قلت اوريكم ان انا بعمل بسرعه رهيبه. يعني مهما كنت متاخره على الفطار ممكن تعملي الاكل بسرعه جامده. تحطي الفراخ على شعله وتبتدي بقى تسبكي اللي انت هتعمليه على الشعله التانيه وايه. ونشوف لو كمان كان في وقت نعمل شوربه خضار هنعملها مع بعض. يا حبايبي حطيت سمنه هنا في الحله عشان نعمل التقليه. حط البصل. طبعا البصل ده هيسهل لي مهمه كبيره. بس هتتعرض للنار هتسيح على طول. وعلى الشعله التانيه هعمل رز حبه وحبه. حطيت معلقه زبده. هبدا انزل بشويه رز. هبدا ان انا احمر الرز حبه وحبه بيبقى جميل جدا. ممكن تعمليه بشعريه كده. مشغلين كل اهو كل الشعل شغاله. ادي حبايبي هبدا انزل بالثوم بتاعي وهقلب لغايه ما اللون بقى انت عايزاها تصفر. مفيش مشاكل، تبقى التسبيكه تمام براحتك خالص اهو. ادي حبايبي اللون كده تمام جدا. هبدا انزل بباقي الكميه اللي عندي اهو حبايبي. هفضل اقلب فيه لغايه ما الشوربه تحلو. بعد كده اسقيه شويه ملح وفلفل ويبقى تمام خالص. وارجع لكم بعد سوى الرز نشوف بقى التسبيكه. ادي حبايبي كده البصله احمرت. هبدا انزل الطماطم بتاعي هقلب. طبعا لازم حبه السكر عشان الحموضه. حبه السكر اهي حطيتها مع التوابل والملح. هبتدي بقى اقلبهم وتتسبك كويس. ونشوف لما نقطع السبانخ بتاعتنا. ادي اهو حبايبي سقيت الرز بتاعي. هغطيه بقى لغايه ما يستوي ونشوف التسبيكه مع بعض. ادي حبايبي التسبيكه بقت تمام جدا وجاهزه. هبدا بقى انزل بكبشتين من الشوربه
مش كتير لان السبانخ طبعا بتنزل الميه بتاعتها. كبشتين كده نخليهم 3 اهو. واجيب السبانخ المتقطعه بتاعتي. ادي السبانخ قطعتها كويس مع الكزبره طبعا بعد ما غسلتها كويس. هبدا ان انا احطها في الحله. ادي حبايبي حطيت طبعا السبانخ، هقلبها كويس واغطيها لغايه طبعا هي نافشه، بس بعد ما تستوي هتبقى ايه قليله خالص. ونشوف الرز. طبعا الرز بيبقبق كده، هبتدي ان انا اوطي النار خالص عليه ويطيب على نار هاديه واغطيه، وارجع لكم بعد ما احمر الفراخ واعمل شويه سلطه كده خضره حلوين عشان لزوم الفيتامينات. ادي حبايبي السبانخ الجميله بتاعتنا جهزت. وادي الرز استوى وشكله جميل جدا، يعني شكله كده بيقول كلوني. طبعا الفراخ بحمرها. يلا نغرف ونشوف الشكل النهائي بتاعنا. ادي حبايبي الشكل النهائي بتاعنا. الرز بشكله الجميل. طبعا هي الديكور ده فن، وكمان العين بتاكل قبل البق. يعني لما يكون الطبق كده معمول، هي بولة عندك او اي طبق عندك جوين بتعملي بتحطي فيه الرز وتضغطيه شويه وتنزليه بالشكل ده، وتحطي طبعا اذا كان لحمه او فراخ والخضار اهو. انا حطيته في بوله والسلطه في بوله. طبعا يا ريت تعجبكم الطريقه. طبعا ده فطار النهارده، ما لحقتش اعمل الشوربه لان مفيش وقت خلاص على اذان. فطبعا عملنا الاكل الجميل ده في وقت قليل جدا. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله. كل سنه وانتم طيبين.